كيف نستقبل رمضان؟ هذا هو عنوان لقائنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. لقد من الله علينا بهذا الشهر المبارك، هذه الأيام المباركة، فالله تبارك وتعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم تكريما وتشريفا وتعظيما لحبيبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله في هذا اليوم أن يبلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، وأن يتقبل منا الأعمال، الصيام والصلاة والقرآن والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوعنا يتلخص في العناصر الآتية: بماذا نستقبل رمضان؟ ثم هذا أولا. ثانيا، ما الغاية من الصيام؟ ثالثا، ما ثواب الصائم القائم؟ رابعا وأخيرا، احذروا لصوص رمضان. أعينوني الأذهان والقلوب لنعيش اليوم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نستقبل هذا الشهر كما ينبغي وكما أمرنا الله، وعلى مراد سيدنا رسول الله. صلى عليك الله يا من علمت الدنيا العلم، وعلمت الدنيا الخلق، وعلمت الدنيا الأدب، وعلمت الدنيا بأكملها سلامة الصدر. بماذا نستقبل رمضان؟ استقبال رمضان له نية، وبداية أفضل ما نستقبل به رمضان هو هذا القلب، سلامة الصدر من الغل والضغينة والكراهية والبغضاء والشحناء والكره. أول شيء تستقبل به رمضان أنك تنزع الحقد والغل والحسد، هذه الشوائب، هذه الأتربة، أمراض القلب، لأنه أصيب منا الكثير بأمراض حمى القلبية. كيف تستقبل رمضان وتكون فيه من أهل الصلاة ومن أهل القيام ومن أهل الصيام ومن أهل القرآن، وأنت قلبك مليء بهذه الأمراض؟ خلي بالك، أفضل شيء نستقبل به هذا الضيف بقلب سليم. انزع أي شحناء، انزع أي بغضاء، انزع من هذا القلب السواد، لأن الأعمال عندما تعرض على الله ترد إذا كان في اثنين متخاصمين. يقول الله تبارك وتعالى: ردوها عليهما حتى يصطلحا. يبقى أنت عايز تقيم وتصوم وتقرأ قرآن وصلاة تهجد وأذكار وصدقات وأعمال صالحة، كل هذه الأعمال متوقفة حتى تكون سليم الصدر. لا نجاة ولا فوز يوم القيامة إلا بهذه القلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا
من أتى الله بقلب سليم. وقال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ركز معايا أخي الحبيب، ينظر إيه؟ شوف، بدأ بالقلوب قبل الأعمال. ليه؟ لأن العلماء قالوا أن القلب أفرد إلى الله من الأعمال الصالحة. يعني إيه؟ يعني سلامة الصدر مقدمة قبل الأعمال الصالحة، لأن على هذا القلب بيحكم عليك إما أعمالك متقبلة أو مردودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هتحمل قلب سيء فيه من الظلم والسواد، أعمالك كلها هباء. يبقى الله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب أولا ثم إلى الأعمال، لأن صاحب القلب السليم هو صاحب الأعمال السليمة، صاحب القلب الجميل هو صاحب الأعمال الجميلة، لأن القلب هو سيد الجوارح. والنبي أخبرنا بهذا كما في صحيح مسلم: ألا إن في الجسد مضغة، قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وابو هريرة رضي الله عنه يقول: القلب ملك الجوارح، والأعضاء هي الجنود، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. يبقى أهم أول شيء نستقبل به رمضان القلوب السليمة. انزع، ادخل على رمضان كده صاحب قلب جميل، صاحب قلب مخموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، احنا عارفين، فما مخموم القلب؟ قال: القلب الذي لا إثم فيه ولا حقد ولا ظلم ولا بغي. القلب اللي هو إيه؟ اسمه القلب النظيف. المخموم يعني النظيف. يبقى عايزين نستقبل شهر رمضان بقلوب جميلة، فيها من الحب، فيها من الرحمة، فيها من اللين، فيها من السماحة، فيها من العفو والصفح، فيها من الرحمة. نرحم بعض، ارحم الزوجة، ارحم الأولاد، ارحم الجيران، ارحم الأقارب والأصدقاء، اتعامل برحمة. صلى الله على من علم الدنيا الرحمة في زمان والله نحتاج فيه إلى أخلاق سيدنا رسول الله. صلى الله على من علم الدنيا الخلق والأدب. طيب، ثانيا، ما الغاية من الصيام؟ إيه الغاية من صيام رمضان؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الغرض من الصيام ايه؟ التقوى، ان احنا نتقي الله. لو خرجت من هذا الشهر
بدون ما تحقق التقوى أو تهذب هذه النفس وتدرب أو تدرب هذه النفس على الطاعات والعبادات، أبدا ما هتحقق التقوى والتقرب إلى رب الأرض والسماوات. الغاية من رمضان أحبابنا الكرام ليس العزومات ولا السهرات ولا الحفلات ولا المجاملات ولا المهرجانات ولا الخيم الرمضانية اللي مليئة بالآلات الموسيقية. لا والله، رمضان ليس شهر الفوازير والمسلسلات، رمضان شهر الطاعات والعبادات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات. هو ده رمضان. الغاية من رمضان إن أنا أحقق التقوى، أدرب نفسي على الطاعات والعبادات بكثرة عشان أخرج من رمضان أكون حققت التقوى. طيب، ثالثا، ما الفائدة أو الفوائد أو الثمرة التي تعود علينا؟ الفائدة عظيمة. انظر إلى هذا الشهر ماذا قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسند الإمام أحمد، أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد جاءكم شهر مبارك. مبارك في إيه؟ عشان الناس بتظن بقى مبارك الحفلات والمسلسلات والمهرجانات والدنيا لا، مبارك في الأعمال، مبارك ومضاعف الأجر في الحسنات، فرصة من رب الأرض والسماوات على سيد الأتقياء والأنبياء، منحة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذه الليلة ليلة القدر، من حرم خير هذه الليلة قال عنه النبي فقد حرم. وأخبرنا أيضا: رغم أنف عبد، رغم أنف عبد، رغم أنف عبد، أي خاب وخسر. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا الخاسر؟ يؤكد 3: خاب وخسر. من هذا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. احنا عندنا فوائد كثيرة. بصي كم منحة من الملك. أول منحة قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أدي أول منحة. الثانية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أدي المنحة الثانية. المنحة الثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن لم تدرك أهل الصيام كما ينبغي من الإيمان لله، عندك منحة ثانية: القيام. إن لم تدرك غفران الذنوب من القيام، عندك ليلة القدر. إلا اسمع، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر، كل يوم في رمضان عند الفطر، عتقاء للرحمن. في كده أسماء بتكتب، هؤلاء عتقاء الملك في شهر رمضان. شوف كم منحة، غير بقى الثواب العظيم من الأعمال، من الصلاة والصيام والقيام والقرآن،
من الأعمال الصالحة والزكاة وإلى غير ذلك، خير لا يعلمه إلا الله. الصائم كما أخبرنا النبي للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، ليلة العيد بقى، هو مش فرحان إن هو هيفطر بقى وخلاص انتهى شهر رمضان، لا، هو فرحان إن هو قدم للرحمن وكان من أهل الصيام، يعني أتم الفريضة على أكمل وجه. هو فرحان الحمد لله رب، أنا قمت بالفريضة على أكمل وجه، فرحان إن هو أدى الفريضة. وفرحة عند لقاء ربه، دي بقى متخبية، محدش هيرى ثواب وفضل الصيام إلا عند الممات، وانت بتعرض كده على مكانتك في الجنة هترى فضل وثواب الصيام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين. يبقى هذا الشهر فيه فضائل كثيرة، فضائل عظيمة، منحة إلهية على سيد البشرية. سيدنا موسى عليه السلام لما قرأ في التوراة عن فضل وشرف هذه الأمة، قرأ من ضمن ما قرأ في التوراة أن هناك أمة فرض الله عليهم شهر رمضان فيه من الأجر والثواب. لما موسى عليه السلام بيقرأ: يا رب لمن هذه الأمة؟ إنها أمة محمد يا موسى. موسى ظل يقرأ في التوراة، فقال في الآخر: يا رب اللهم اجعلني من أمة حبيبك محمد. تخيل ما قرأه في التوراة، تمنى أن يكون من أمة رسول الله. ومنا الكثير من لا يعرف قدر هذه الأمة. نحن في أيام مباركات، منحة من رب الأرض والسماوات على أمة سيدنا رسول الله. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان وأن نكون فيه في أحسن حال. اللهم آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.